يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. صاحية كده مش فايقة، النهاردة الجمعة الساعة 7:15 كده، نزلنا عشان خاطر نروح الكنيسة. صح؟ رايحة الكنيسة. هنبدأ كده اليوم من بدري وهنشوف بقى ايه يومنا هنقضيه ازاي. صباحكم زي الفل. بصوا هنا كنا رجعنا من الكنيسة خلاص. كنت موصية ماما تجيب لي بيض بلدي. ده بجيبه من عند فلاح. اللي هما بيجوا كده بالاسبوع. بوصيه مثلا عايزه ب200 ب300 على حسب، فهو بيحوشهم لي وبيجيبهم لي. هو الراجل ده بيربي الفراخ عنده في البيت، وحد مضمون. انا بصراحه بقالي فتره كبيره قوي قوي مبطله البيض الابيض، ما بجيبهوش خالص، يعني داخله في سنه او سنتين ما بجيبش البيض الابيض خالص. الاول كنت بجيب بلدي وابيض. تمام، كنت بجيب البلدي اللي هو ايه نعمله زي بيضة آه ناكله كده مثلا مسلوق. لكن كنت بجيب اللي هو البيض الابيض عشان خاطر مثلا نحطه في الاكل. بس دلوقتي لا، لغيته خالص. وبقيت استعمل البلدي بس. حسيت ان البيض الابيض اخر فترة جبته فيها من بدري قوي، كنت حاسه فيه ريحه يعني زفاره جامده قوي. فمن ساعتها قلت لا لا خلاص، انا هجيب على طول، يعني هكتر الكميه بتاعه البلدي واضمن الصراحه واحسن، وحد مضمون جدا. يعني الراجل ده مضمون قوي قوي قوي. بس وكنت حطيت غسيل كده. آه، دي هدوم دنا يعني كلها، حطيتها كده على نص ساعه. وكان في غسيل على الحبل، رحت شلته وطبقت اللي هو الحاجات اللي مش بتتكوي، وخليت اللي هي الحاجات اللي هي تتكوي على جنب، وبكويها في وقتها. ما بستناش احوش المكوى عليا، او اقول مثلا مرة في الاسبوع اكوي. لا، يعني انا كل حطة غسيل كده بشيلها، بروح اكوي الهدوم اللي هي عايزة تتكوي، وبدخلها في الدولاب مكوية. العملة دي بعملها في الصيف اكتر من الشتاء، لان حاجات الصيف بتبقى عايزة تتكوي اكتر، ونزولنا في الصيف كتير، وساعات بيجيلي نزولة فجأة. فعشان كده بكوي الحاجة علشان خاطر تبقى جاهزة في الدولاب، اللي هو لما اجي انزل ولا حاجة او اجهز تبقى سريعة يعني. تمام. بكويها وبطبقها كويس واحطها في الدولاب. انا عندي هس في موضوع الدولاب ده، في حاجة اللي انا لازم لما ارص الهدوم تبقى سوا بعض. اذا كانت يمين ولا شمال او من قدام، لازم كلها تبقى نازله سوا واحد. فانا بطبق الغسيل، كل حاجه كل قطعه مثلا بطبقها بطريقه معينه علشان تبقى كلها سوا واحد. يعني الفوط بطبقها كلها بنفس الرصه، بنفس المقاس. الملايات نفس الكلام، بنفس الرصه بنفس المقاس. البناطيل، التيشيرتات، يعني فاهميني، كل الحاجات اللي هي بتبقى شبه بعض بحب اطبقها نفس التطبيقة عشان تبقى في الدولاب سوا واحد. تمام. بس كان عندي شوية اطباق، ما كانش عندي مواعين كتير. باركولي يا جماعة، جبت المسحوق والملح والزيت بتوع الغسالة. الحمد لله الحمد لله. لقيتهم كده في هايبر، بس للأمانة مش أنا برضو اللي نزلت، جوزي راح جابهم لي مخصوص، نشكر ربنا يعني. بس كان عندي شوية اطباق كده، رحت دخلتهم الغسالة. بس مش هشغل الغسالة علشان خاطر كانت حتى صغيرة. فانا قلت ايه، كده كده لسه بدري. كانت الساعة كام؟ كانت الساعة 1 2، كانت الساعة 2. يعني عقبال ما رجعنا من الكنيسة شربت بصراحة كوباية شاي، كنت مصدعة ودونا نامت شوية. فانا قلت اقوم انا اعمل اللي ورايا. بس رحت حطيت شوية
الاطباق دي في الغسالة ومش هشغلها. اليوم لسه طويل ولسه في حاجات ممكن استخدمها، فخليها او بشغلها يعني بالليل قبل ما انام. قولولي انتوا عاملين ايه. انا عايزه اقول لكم اليوم النهارده اللي هو بتاع يوم الجمعه كان غريب وعجيب. يعني عارفين انتوا لما يوم يكون عندكم وتقولوا امتى اليوم ده يخلص؟ عايزه اقول لكم حصلت فيه كميه كوارث، بس نشكر ربنا. انا عايزه اقول لكم انا ما بزعلش على الحاجات دي طالما اهل بيتي بخير. عايزه اقول لكم برطمان التوم كبير اتكسر، قلت يلا مش مشكله فدانا. بعدها على طول المج اللي بعمل فيه الايس كوفي اتكسر لوحده، كان محطوط على الرخامه لقيته طق لوحده، فقلت يلا برضو مش مشكله. وانا برص الكوبايات، كانت في كام كوبايه كده في المطبقيه فانا برصهم في الضرفه، راحت كوبايه، صدقوني صدقوني كوبايه بس وانا بحطها خبطت في التانية بالراحه جدا، يعني اللي هي ملحقتش تتخبط. لقيت الكوبايه التانية اتشرخت نصين لوحدها. رحت خدتها كده قلت يلا نشكر ربنا، بس امتى بقى اليوم ده يخلص؟ يعني نشكر ربنا اللي هي بتيجي في الحاجات، مش مهم كل ده بيتعوض الحمد لله طالما اهل بيتي بخير. انا ما بزعلش خالص على اي حاجه حتى لو كبيره، حتى لو اي اللي اتكسر طالما في حاجات جماد احنا نقدر نعوضها مش مهم، حتى لو ما تعوضتش مش مهم. كل ده بفدا بنتي، نشكر ربنا طبعا، وفدا اهل بيتي طبعا، فنشكر ربنا على اي حاجه. فكان يوم غريب كده والحمد لله اللي هو عدى، وهم دول يعني 3 حوادث اللي حصلوا بس. بتبقى حاجه غريبه يعني انتوا عارفين بتبقوا اللي هو في ايه، في ايه بالظبط. بس يعني الحمد لله حصل خير، حصل خير مش مهم. ما تزعلوش على اي حاجه، اي حاجه بتضيع منكم او بتتكسر او بتبوظ عادي جدا صدقوني. يعني بتبقى الناس زمان تملي يقولك دي في ده حاجه، وده فعلا بجد يعني فكري فيها. لو زعلتي على الحاجه اللي اتكسرت مش احسن؟ لا يعني لو جت فيكي ولا جت في عيالك ولا جت في جوزك نشكر ربنا يعني بعيد عنهم الشر. انهي بقى يعني ساعتها هتقولي مثلا يعني بعد الشر لو حد من عيالك اتعور والحاجه دي باظت، هتقولي انهي اللي مش مهم؟ اكيد الحاجه اللي باظت في داهيه. لكن الحاجات التانية، لكن ابني او بنتي لا يعني ضفر فيه ما يتشالش، فالحمد لله. والواحد ما بيزعلش على الحاجات التافهه دي بالنسبه لي حاجات تافهه، فانا اشكر ربنا عليها. يعني انا ما رضيتش اصور لكم الحاجات دي على فكره، عشان دي بالنسبه لي طاقه سلبيه وما بحبش اطلعها، فما رضيتش، لميتها كده بهدوء وشكرت ربنا والحمد لله على كل اللي يجيبه. المهم انا النهارده يعني عشان خاطر نازله من الصبح فاليوم كان بالنسبه لي زحمه، فانا مش هعمل حاجات كتير خالص في الشقه. انا زي كده ما وريتكم، هلملم كده حاجات بسيطه وهعمل الديسبنسر بس. انا كنت عايزه اعمل الديسبنسر كده عامله كده محترمه علشان خاطر الصيف وكده، لان كمان انا بقالي من العيد ما عملتهوش، فاخد فتره كبيره قوي. مش من العيد اللي هو ده، لا عيد الميلاد بتاع شهر 1، العيد ده انا ما عملتهوش، فبقاله كده كتير انا مش متعوده عليه على كده. بحب اعمله يعني كل 3-4 شهور الصراحه. اول حاجه بفضي الفلتر، وبفضي لو في في الحنفيه ميه بفضيه خالص. تمام. بعد كده بقى بحط ملح ليمون، وبحط بيكربونات الصودا. الحاجات اللي هي بتاعته اخدتها نقعتها في ميه سخنه مغليه، وبرضو انتوا اكيد شفتوا بيكربوناته وملح ليمون وشويه صابون. تمام. هنا مش هحط صابون، دي برضو ميه سخنه. ماشي. هعملها كده وهسيبه بقى شويه، يعني سبته ربع ساعه علشان خاطر لو في اي اللي هي الحاجات اللي هي
الرواسب بتاعه الميه تبتدي تدوب. ابتدي بقى افضي ال ابتدي افضي اسمهم ايه، الحنفيات. تمام. وهقعد كل شويه، يعني انا صورت لكم مقاطع بسيطه، بس على فكره انا لو قلت لكم هتتخضوا. انا قعدت فيه 3 ساعات، حرفيا 3 ساعات. طلع كميه رواسب مهوله، مهوله بجد. انا كل شويه كنت املى ميه واحط ملح ليمون واسيبه. تمام. هنا بقى بعمل بالفرشه الناعمه دي، إن الفرشه دي ناعمه مش سلك. بعمل كل الاماكن اللي مش هعرف اجيبها بالسبونج. تمام. وبرضو بغسل بيها الحنفيات. الحنفية كده لو بصيتي هتلاقيها مليانة رواسب. برضو بعملها بالفرشة. عايزة اقول لكم طلعت بكل سهولة. بجيب كل الاماكن آه اللي يعني ايدي ما بتجيبهاش بالسبونج. هنا بوريكم، بصوا هنا كانت في رواسب كتير قوي، بس مش عارفة بانت ولا لا. بعد كده بجيب فوطة نضيفة خالص، انا اول مرة اطلعها واول مرة استخدمها. تمام. بمسح بقى من جوه كويس جدا. وهبتدي برضو احط برضو مية تاني نضيفة. بس ايه، خفت احسن يكون مثلا وانا بنضف صابون وقع ولا حاجة، فبرضو هحط مية نضيفة. وهقعد برضو افضيها كذا مرة. وبعد كده هدخل بقى على الحاجات اللي هي كنت نقعاها. كده يعتبر اتنقعت 3 ساعات، لان انا قعدت فيه بره حقيقي 3 ساعات. افضي من الحنفية وبعد كده افضي من الفلتر تاني، واقول كده خلاص ده اخر طبق هحط فيه ميه. الاقي ايه، طالع رواسب. ف فضلت اعمل كده لحد ما الميه نطفت خالص وبقت زي الفل. خلاص. بس وبعد كده رحت غسلت القطعه اللي هي بتاعته بالسبونش عادي جدا. بصوا فاكرين الرواسب اللي كانت فيها؟ بصوا اتشالت بكل سهوله وبقت زي الفل وقشطه. انا كنت ناويه اعمل حاجات تاني، يعني انا كنت ناويه امسك لعب دونه، كنت عايزه افرمطها وانضفها واغسلها. بس بصراحه الديسبنسر تعبني جدا، فقلت خلاص. والحاجات التانية قفلتني، يعني الحاجات اللي هي اتكسرت، فقلت لا خلاص ما تخليناش كده ايه نتحرك كتير، عشان كفايه خسائر يعني. خلي اليوم كده يعدي بسلاسه. مسكتهم بقى ايه، بصوا الاخرام دي لازم كده اعملها بالفرشه. علشان لو في حاجة انا مش طايلاها تروح معايا. عايزه اقول لكم الفرش دي عظيمة في الحاجات اللي انا ما بطولهاش. بس وكده يعني مش هكون عملت حاجات كتير. علشان هنا مثلا يكون اليوم بتاعي خلص وقعدت بقى خلاص. ما يعني دولنا كانت صحيت وشفت بقى طلباتها وكده، وقلت خلاص مش هعمل حاجة تاني يعني، ومش هصور حاجة تاني. فيومي معاكم كده يكون خلص. ويوم يعني قلت كده ايه، روتين بسيط، مش كل مرة كده روتين فيه زحمة. فقلت كده يبقى روتين بسيط معاكم. كان نفسي اعمل معاكم الغدا، بس الصراحة ما قدرتش. كنت عايزة انام، فاصلا عملت حاجات بسيطة. وانا عملت سندوتشات كده وخلاص. ما كنتش قادرة. ونمنا بدري اصلا اليوم ده. لو اول مرة تشوفيني اعملي اشتراك في القناة، واعملي لايك، واعملي مشاركة لاصحابك، واعملي فعلي زر الجرس علشان خاطر يوصل لك كل جديد. واعملي لي كومنت حلو قوي قوي زيك. وبحبكم قوي 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 قوي. ويا رب القناة تعجبكم. و... ويا رب كده اكون خفيفة على قلبكم. وانتوا قولوا لي في الكومنتات عايزين فيديوهات ايه، يعني ادوني اقتراحات. قولوا لي كريستينا اعملي لنا كذا، اعملي لنا كذا، وانا هعمل لكم على طول. انا اي حد بيقول لي اعملي فيديو عن الحاجه الفلانيه انا ما بتاخرش عليه، انا بعملها له على طول.
ممكن اجل الحاجه اللي عليا واعمل لكم الفيديو اللي انتوا طلبتوه. شايفين نطفت ازاي؟ بيكربوناته والملح ليمون سحر، بيودي الحاجات دي بصوا في ثواني بيخلوها فله فله. يعني ما تستغنيش عنهم في البيت ابدا، الملح ليمون والبيكربونات بصوا خلوها حلوة حلاوة فظيعة. وعايزة اقول لكم على فكرة هي ما خدتش معايا مجهود في الدعك ولا اي حاجة خالص، بس كان فيها رواسب كتير قوي، كان فيها رواسب كتير انا كنت عملت فيها. بس انا علشان خاطر بقى عايزة اعمل الريسبشن، فعشان كده عايزة اعمل كل بقى القطع اللي فيه كده ايه بضمير. عايزة اخلص الريسبشن قبل وقت كده معين هبقى اقول لكم عليه بعدين. يعني صلوا لي بقى الفترة الجاية دي عشان هيبقى روتين قوي جدا 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 في الريسبشن. فصلوا لي بقى ربنا يديني كده القوة والصحة اللي انا اعمل الريسبشن. عاملة كده في دماغي كده، عاملة محترمة كده، اجيبه من فوق لتحت كده زي ما عملت كده الأوضة. وهنا يكون الفيديو خلص، واقول لكم باي باي وهتوحشوني ومع السلامة.